وراح تكون يعني نوعا ما فيها شوية مفاجآت أيضا، يعني من الأوضاع اللي عم نشوفها. بس أتمنى أنه تبلغوني الصوت واضح على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. افتحوا لنا التعليقات هون على التيك توك، افتحوا لنا التعليقات لو سمحتوا. كله تمام ممتاز. طبعا كان في زيارة لأحمد الشرع، على المملكة العربية السعودية، ومباشرة انطلق بزيارة أخرى إلى تركيا. وطبعا الكل استغرب كتير، يعني انه فجأة مباشرة المملكة العربية السعودية ومباشرة يروح فيها إلى تركيا. يعني أمر غريب كان بصراحة. يعني طبعا هون شفنا طريقة الاستقبال في المملكة العربية السعودية، وطريقة الاستقبال أيضا في تركيا أيضا. وشفنا الحفاوة اللي صارت في تركيا، في وصور بالشوارع وكذا، واستقبال يعني حافل. كان له دلالات طبعا، كل هاي الاستقبال اللي كان في السعودية له دلالات، والاستقبال أيضا اللي حصل في تركيا كمان له دلالات سياسية هامة للغاية. طبعا في المملكة العربية السعودية يعني استقبل استقبال فاتر، ما كان يعني مرحب فيه يعني بشكل كبير وكذا. وطلعت بيانات، طبعا كل البيانات هاي اللي طلعت ما لها أي أساس من الحقيقة أبدا. الأمر كان واضح، يبدو أنه بالمملكة العربية السعودية، وأنا ما راح وضحت لكم هذا الأمر، ما حصل اتفاق. وقارنت لكم إياه بتونس بمرحلة الغنوشي، فكان نفس الشيء تماما تقريبا المرحلة اللي مرت بها. ورأسا الغنوشي أيضا في تونس بوقتها تحول مباشرة إلى تركيا، ولقى حفاوة مشابهة للحفاوة اللي لقاها أبو محمد الجولاني في تركيا تماما. طيب شو الدلالات السياسية هنا؟ دلالات سياسية عميقة جدا. طبعا بعدها طلع البيان هلا من شوي، لما انا كنت على اللايف طلع بيان من الاثنين. انا راح اقرا البيانين طبعا، بس ثواني طلع البيانات، ثواني نقرا لكم البيانين. او كلمة الاثنين. طبعا كان في امر غريب ايضا، انه اثناء اللقاء ما كان في تصوير تلفزيوني. كان اللقاء تبعهم، المحادثات تبعتهم كانت مغلقة. بس بعدين طلع كلمة لا أحمد الشرع، وكلمة أيضا لأردوغان. أحمد الشرع: أتقدم بالشكر للرئيس أردوغان والشعب السوري، لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية. اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين، ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات. شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات، يعني العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية تعني طويلة الأمد. كلمة استراتيجية يعني تعني طويلة الأمد. طيب، ناقشنا ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلتها مؤخرا وفق اتفاق فض الشباك عام 1974. العلاقات بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا، وندعو الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة. هذا كلمة ساسوكي. هلا بنروح على كلمة أردوغان. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: الشعب السوري أصبح حرا في توجيه مستقبله، ووقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة، وسنستمر في الوقوف إلى جانبه. ناقشنا مع الرئيس الشرع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ونؤكد على سيادة وحدة الأراضي السورية. الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانبين السوري، وسنرفع العلاقات إلى المستويات الاستراتيجية. كثير بيحكوا بالاستراتيجية. العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة
أمام نهضتها وجاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة. أحيي الشعب السوري الشقيق وأتمنى أن يكون هذا الاجتماع وسيلة للخير بين البلدين وشعبنا. طبعا صدرت ردود فعل أيضا من الدول العربية، يعني بعض المثقفين العرب سواء في الإمارات العربية المتحدة أيضا في المملكة العربية السعودية أيضا صدر بعض ردود الفعل طبعا، منها من قال أن سوريا عربية وذات عمق عربي وستبقى إلى الأبد ذو عمق عربي، ولن نقبل أن تكون سوريا امتداد لتركيا. طبعا ما دلالات السياسية لهذا الموضوع؟ طبعا مشابه تماما للي حصل في تونس. وليش أنا جبته مثال امبارح؟ لأنه كنت متأكد تماما أنه ماشيين بهذا الطريق، وحتى الأتراك ما تعلموا من التجربة التاريخية اللي حصلت في ليبيا واللي حصلت في مصر واللي حصلت في تونس. والغباء الشديد للسياسة التركية يظنون أنهم قادرين يبتلعوا سوريا كونه هي سوريا على حدودها. يعني تونس كان في بعد، مصر نفس الشيء، ليبيا أيضا نفس الشيء، فأما سوريا فقريبة وكذا، فاتبعوا نفس السياسة اللي كانت هناك. تبعوها أيضا في سوريا. طبعا كلمة أردوغان واضحة جدا، إنه بيقول لك العقوبات هي اللي راح تكون العائق في سبيل إنه تتطور العلاقات من علاقات عادية إلى علاقات استراتيجية ما بيننا وما بين سوريا. طبعا شفنا اليوم وكالة رويترز أيضا طلعت عدة منشورات أو أخبار بأنه ضمن الاتفاق راح يكون في قواعد عسكرية في بادية حمص وفي الساحل السوري، وهذا أمر خطير للغاية. طبعا على هذا كله اللي شفناه اليوم وكذا وهي ما هو خفايا الموضوع، وهذا هو المهم. خفايا الموضوع يا سادة يا كرام، لن ترفع العقوبات على سوريا بالمنحى اللي ذهبت فيه سوريا الآن. لن يرفع عنها العقوبات، وأنا بقول لكم بأكد لكم هاي، لأنه خرج، يبدو أنه أحمد الشرع بكل وضوح خرج من العباءة العربية بشكل كامل وتوجه إلى الأتراك. طبعا هون الروس أيضا لهم يد بهذا الموضوع، أنه يتجه أكثر نحو تركيا. الروس يهمهم كثير أنه يورطوا تركيا دائما. فأنا بقول لكم يا لن ترفع العقوبات بأي شكل من الأشكال عن سوريا نهائيا. والعالم اللي كان يفكر قبل فترة أنه بده يرفع العقوبات وروحات والجيات واللي حصل وكذا وهاي، باللي عملوه الأتراك الآن والاتفاقيات اللي حصلت وبعض التسريبات اللي عم تحصل من هذه الاتفاقيات، لن يكون هناك رفع للعقوبات نهائيا. الشيء الآخر، هذا الاتفاق موجه ضد إسرائيل بشكل واضح، اللي حاصل بشكل واضح جدا. وهنا تضارب المشروعين اللي تحدثت عنه بفترات طويلة جدا، اللي هو المشروع الإبراهيمي والمشروع الملي. هناك منافسة وما بين إسرائيل بتطبيق المشروعين. واحد يريد أن يطبق المشروع الملي والآخر يبحث عن تطبيق المشروع الإبراهيمي. تنافس شديد جدا بإفشال أحدهما للآخر للمشروع المضاد له. وأنا بدي أرجعكم على التاريخ كمان. بدأ هذا الموضوع من عام 2014 عندما حاولت تركيا عن طريق الحركات الإسلامية الراديكالية وعلى رأسهم داعش بتطبيق المشروع الملي، لكن انصدم، وحقيقة انصدم برفض المجتمع الدولي والدول الغربية وعلى رأسهم الدول العربية، فقاموا بدعم وحدات حماية الشعب الكردية ومن ثم تشكيل قسد وكسر المشروع التركي الملي
وعدم القبول بتطبيقه. تركيا ما كانت تطمح لغرب الفرات نهائيا، ولا لها شغل بغرب الفرات. تركيا كلها ما كان شرق الفرات لتطبيق المشروع الملي، لأنه أساسا غرب الفرات ما هو ضمن المشروع الملي كثيرا، يعني سوى محافظة حلب نوعا ما، ويمتد الشريط إلى الأسفل ويذهب بمحاذاة نهر الفرات ويدخل إلى الأراضي العراقية وموصل وبيكمل. فالمشروع إنه الساحل السوري والأمور هاي كليتها ما كانت ضمن المشروع الملي أو الخطة التركية بالأساس، هاي كانت متروكة لبشار الأسد. لكن طبيعة تغير التحالفات والاستراتيجيات اللي حصلت أدركت تركيا أنه لابد لها أن تسيطر على كل خارطة سوريا لحتى تقدر تطبق المشروع اللي هي بتحلم له. طبعا هنا رح يكون في صراع كبير جدا ما بين الأتراك والإسرائيليين بالفترة القادمة على المشروعين، والمشروعين أخبث من بعضهما البعض بالنسبة للكرد وبالنسبة للعرب أيضا، لكن العرب لا حياة لمن تنادي، خصوصا السوريين. لكن بهم دول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية والإمارات بشكل أقدر أقول لكم أنه مسألة حياة وموت أيضا، لأنه تطبيق المشروعين خصوصا المشروع الملي هو يستهدف مستقبل الخليج أيضا، ويستهدف خصوصا المملكة العربية السعودية. فلذلك راح توقف المملكة العربية السعودية بالمرصاد لأي مشاريع راح تتم على الأراضي السورية. وبكرة راح نشوف هذا بشكل واضح جدا، مثل ما حصل في تونس، مثل ما حصل في ليبيا، ومثل ما حصل في مصر. طبعا هلا بعد فترة راح نشوف أن المملكة العربية السعودية راح تسحب حالها من كل شيء إلا مسائل الإنسانية، طبعا لأنه هذا سابقا كمان كان نفس الموضوع هذا. راح تتشكل جبهة، الآن يتحدث أردوغان عن جبهة لمحاربة داعش اللي هي سوريا، تركيا والأردن، ومين قال كمان دولة معاه؟ مين قال كمان معاه؟ يحاول يضم العراق أيضا لهذا الموضوع. طبعا العراق لا يمكن أنه ينضم لهذا المشروع نهائيا ويتحالف مع مين؟ مع تنظيم القاعدة اللي هم أساسا دواعش. والأردن امتدادها عربي معروف أنه هي دائما مع الخليج ومع الدول العربية، وهي أساسا تابعة لبريطانيا، ما في مصر بالموضوع. أردن، سوريا، والعراق، وتركيا اللي تحدثوا فيها. قطر خرجت خارج المعادلة بشكل نهائي. قطر أنا بقول لكم يا الفترة القادمة راح تبعد بشكل كامل عن الموضوع هذا خالص. ومثل ما قلنا لكم العراق هي تابعة لإيران، وإيران لا يمكن أنه تتحالف مع تنظيم القاعدة، وهذا أمر معروف. وأساسا الجولاني مطلوب للعراق، وجرائم كتير عملها في العراق، وهذا الشيء معروف. الأردن قلنا لكم دولة تتبع للخليج العربي بالأساس، يعني امتدادها عربي، وبالأساس كل الاتفاقيات اللي بتحصل مع المملكة العربية السعودية ما بتنفصل عنها نهائيا، لأنه بالأساس مثل ما قلنا لكم هي بريطانيا أكثر دولة هي المتحكمة في الأردن. ستبقى تركيا ونصف سوريا، ما راح نقول سوريا لأنه نصف سوريا لوحدهم في الساحة بعد فترة. طبعا كل أعضاء الحكومة السورية الآن موضوعين على قوائم الإرهاب، وهذا أمر حقيقي. يعني أنا هنا ما بتكلم غير بحقائق، موضوع على قوائم الإرهاب، قلب الطاولة عليهم أبسط منه ما في أمام الدول العالمية جدا بكل سهولة. والاتفاقيات اللي تتحدث عنها تركيا واستراتيجية وهاي كلها ضد مصالح إسرائيل، يعني قواعد جوية
بطاريات صواريخ مضادة للطيران، هذا كلياته ضد إسرائيل وضد المشروع اللي إسرائيل تقوده في المنطقة أيضا. طبعا هون بالنسبة لأبو محمد الجولاني يبدو أنه شرحته للسلطة كبيرة جدا، لدرجة أنه تحدث عن 10 سنوات وخطط استراتيجية في مسائل الاقتصادية وغيرها وغيرها. يبدو هذا الرجل يخطط أنه يحكم سوريا فعلا على المدى البعيد مثل الدول العربية الأخرى، لكن هو نسي شيء هام للغاية، بأنه أنت مو مثل الغنوشي. الغنوشي كان من حركة أخوان المسلمين، نعم، بس كان 20 سنة مقيم في بريطانيا، لم يكن في قوائم الإرهاب، ولا حتى حركة أخوان المسلمين اللي تبع مصر ما كانت أيضا موجودة في قوائم الإرهاب يعني هنا. فلذلك الوضع مختلف تماما. طبعا المملكة العربية السعودية ستبلغ العالم كلياته بالخفاء أنه لا يوجد أمل في الحكومة السورية، وهؤلاء متخذين مع الأتراك طريق مختلف تماما عن الطريق اللي هم بدهم إياه. فلذلك راح نشوف إيش تحشد عالمي جديد ضد الاثنين. طبعا هون كثير من الناس راح تسألني، معقولة أمريكا بدها تحارب تركيا؟ لا. طيب معقولة الدول الغربية تحارب تركيا؟ أقول على المدى القريب لا. طيب شلون؟ الحروب راح تكون بالوكالة. الحروب اللي على الأرض سوريا في المرحلة الثالثة راح تكون بالوكالة، يعني سيقومون بدعم قوى موجودة على الأرض، ولن يسمحوا للأتراك بإنشاء قواعد في الأراضي السورية، وحتى إسرائيل ما راح تسمح بهذا الشيء نهائيا. يعني ممكن نشوف مجموعات مسلحة جديدة أو قديمة أو حركات أخرى يتم إحيائها وتدعم بسلاح نوعي وكذا وتضرب القواعد التركية، أو دعم قوات سوريا الديمقراطية، أو دعم أي شكل من القوات الكردية اللي موجودة، بحيث لن يسمحوا للأتراك بإنشاء تلك القواعد. ممكن يكون تسليح نوعي، ممكن يعطوا مضادات طيران أقوى لقوات سوريا الديمقراطية، ممكن يعطوهم أسلحة بعيدة المدى أنه تضرب القواعد من بعيد، ممكن يعطوهم مسيرات أوروبية غربية. كل هذا وارد جدا، لكن لن يسمحوا للأتراك أبدا بإنشاء قواعد. وأسهل من ضربها في سوريا ما في. الخطوة التي تقوم بها تركيا هي خطوة غبية حمقاء رعناء للغاية، وراح يكلفها الكثير، وأنا بقول لكم إياها، لأنه حمقى سياسة. الأتراك بأي شكل من الأشكال يحاولون يشرعون الجولاني الآن أنه يصير حكومة رسمية بأي شكل من الأشكال. شفتوا الاستقبال اللي عملوا له إياه والبساط الأحمر والصور وكذا، بده يعطوا صورة للعالم كلياته كأنه فعلا رئيس شرعي ومنتخب ورسمي لسوريا زايرهم، وهذا ما كان يحتاج كل الهيصة اللي صارت لحتى يحثوا دول تانية بالعالم كذا على أساس تقبلوا بنفس الطريقة والاعتراف فيه. وأنا ما أعتقد أنه في دولة بالعالم ممكن تعترف فيه في الفترة القادمة نهائيا، بالعكس سيتحرك العالم كلياته باتجاه مختلف تماما. طبعا المسألة لا تظنوا أنه مسألة يوم ويومين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة، لا، المسألة بعيدة أبعد مما تتخيلون. يعني ممكن 6 أشهر تاخذ، 7 أشهر، 8 أشهر. هؤلاء الدول سياساتهم ليست مثلنا، مثل الإنسان العاديين. يعني أنتم تشوفوا بكرة ما صار أي تغير وكذا تظن أنه المسألة انتهت، لا، مو هيك بالطريقة هاي. الغنوشي خلوه كم سنة، مرسي طول سنة كاملة، ليبيا طولت 2 و3 و4، بعدين انقلب عليه الميزان كلياته. الوضع السوري مختلف تماما، مختلف عن تونس ومختلف عن ليبيا ومختلف عن مصر أيضا، لأنه 14 سنة كانت حرب. كانت بالبداية ثورة سورية فعلا، بعدين تحولت إلى حرب أهلية، ومن ثم تحولت إلى حرب طائفية.
فنحن ممكن يكون السيناريو تبعنا أقرب إلى السيناريو الصومالي اللي ظل سنوات طويلة جدا في صراعات. حتى أفغانستان نفس الشيء تماما، بعد الثورة الاشتراكية اللي حصلت فيها على الملكية، وبعدين ظهور القوى الإسلامية على الأرض اللي ما قبلت في الشيوعية، ودخل الاتحاد السوفيتي ليدعم الحكومة الشيوعية اللي كانت تحكم كابول وقتها، وحصل بعدها ايش؟ حرب أهلية طويلة المدى لحتى ظهرت حركة طالبان عام 1992، كانت هي الأقوى تقريبا، تم دعمها وأنهت كل القوى الأخرى اللي موجودة على الأرض. سيناريو سوريا أيضا مو مشابه لأفغانستان، لأنه بالطريقة هاي شفنا التعيينات العسكرية اللي عملها الجولاني، يعني جاب قادة الجيش الوطني اللي أغلبهم على قوائم الإرهاب كمان، اللي أغلبهم على قوائم الإرهاب أيضا، وضمهم للجيش السوري وأعطاهم رتب عسكرية، واللي صار بالأركان، واللي صار قائد فرقة، واللي صار بالوزارات وغيره وغيره. هذا مؤشر خطير للغاية جدا. هؤلاء كلياتهم أساسا المفروض يروحوا للمحاكم، المفروض هذول كلياتهم يروحوا للمحاكم. هذول العالم ما راح يقبل فيهم. بس تصور هذا واضح انه سلك الخط الواحد، القائد الواحد، الفكر الواحد، الحزب الواحد، حتى ما راح يخلي اهل السنه الثانيين اللي هم مخالفين له انه يقربوا من الحكم او يكون معهم بالحكم، لانه سنوات القليله القادمه سيعمل مثل حافظ الاسد بزماناته وغيراته، كل الرؤساء العربيه اللي قامع كل المعارضين اللي موجودين له، سواء كانوا من طائفته او من غير طائفته. لكن ما بعتقد انه يلحق لهاي المساله. نحن في سوريا بالطريقه هاي اللي رايحين الى ذاهبين الى تقسيم لا محاله. لن يقبل بهذا الشكل للدوله لا اهل جنوب سوريا اللي هم الدروز، ولن يقبل به حتى العلويين، ولا حتى قسم كبير من السنه، العرب السنه اللي هم معتدين ليس مع هؤلاء التنظيمات الراديكالية. احنا شفنا ايضا بوقت بشار الاسد 90 او 80% من العرب السنة كانوا مع بشار الاسد، وكانوا ضد هاي التنظيمات الراديكالية اللي تحولت من ثورة سورية الى ايش؟ الى ثورة اسلامية تقريبا. لذلك اللي بيظن انه راح تتشكل دولة سورية بيكون واهم جدا. اللي بيظن راح تنرفع العقوبات وانشال اسماء هؤلاء من قوائم الارهاب بيكون واهم وبعيد عنه ومنفصل عن الواقع. أتمنى هاي الرسالة توصل للإدارة الذاتية أيضا. أنتم في المرحلة القادمة على المحك. شلون على المحك؟ لأنه هؤلاء سيتوجهون إليكم وبدفع تركي، وعملوا على أساس جيش اسمه جيش سوريا، هذا اللي مسمينه هو ما في لا جيش ولا ولا بطيخ ولا أي شيء، وعلى أساس تركيا بدها تصير تدربه، ويطمحون إلى أنه الأردن أيضا يدربوا أيضا نوعا ما، وهؤلاء كلياتهم راح يتوجهون على شرق الفرات. بكل وضوح بقول لكم إياه، بكرة تشوفوا هذا الأمر. فالإدارة الذاتية لازم تكون مجهزة حالها لهذا الموضوع، لأنه نحن أمام معركة قوية جدا. لكن ممكن أنه يصير أمور داخلية عندهم أيضا، يصير عندهم أمور داخلية أيضا راح تضعفهم، ما راح تكونوا بهذاك القوة. لكن الدعم التركي اللي بيقول لي يشغلهم سلاح، نعم الدعم التركي راح يجيهم الدعم التركي،
وراح يتوجه العالم كلياته أيضا إلى دعم شرق الفرات. العالم كلياته ها، مع دول الخليج مع كله سيتجه إلى دعم شرق الفرات. وراح نشوف كمان كثير من السوريين من غرب الفرات راح ينضموا لقوات سوريا الديمقراطية اللي بيحملوا تقريبا فكر بعيد عن الفكر الإسلامي. وبدأوا الآن أيضا الرسائل تصل بالآلاف إنه مستعدين ينضموا. فخلال الفترة القادمة راح نشوف فيها تغيرات كبيرة على الساحة السورية. وهذا أوجهها اللي قاعدين الآن وما دريانين وما عرفانين شو اللي بينحاك لسوريا، ومفكرين الشغلة بس هوبرة يعني وخلاص العرب السنة والسنة العرب والكذا وهاي، ومش مو ضروري يكونوا إرهابيين، مو ضروري يكونوا قاعدة. هيك الفكرة تبعه على تركيبة عقله وكذا، ظانا إنه راح يصير سوريا وهم راح يضلوا مسيطرين على كل شيء، لأنه هدول مثل ما معروف مين ما بيجي بيطبل له. هؤلاء الشرذمة بالذات اللي كانوا 24 ساعة يسبون نفسهم وينتقدون الجولاني، الآن كلياتهم انقلبوا معه. تتذكروا فهيم عيسى ولافته جولاني ولك ما بدنا إياك أنت ومعلمك بشار، اليوم صار بالأركان، اليوم عينوه بالأركان. هذا أسعد الزعبي وهدول الإعلاميين وكل القرطة هاي كلياته اللي كانوا ضد الجولاني اليوم كلهم أصبحوا مع الجولاني. بس هؤلاء ما لهم بعد سياسي نهائيا، خصوصا أسعد الزعبي. أنت قاعد بالمملكة العربية السعودية، أنت مفكر أن المملكة العربية السعودية بعثت مندوبين، بعثت الوزير تبع وزير الخارجية، جابت الجولاني لعنده زيارة وكذا، وأنه الموضوع خلص منتهي وصاروا حبايب وكذا؟ لا، أنت غلطان كتير. كلياتكم بكرة تروح تكوعوا، كل هؤلاء بكرة راح يكوعوا. في البعد الاستراتيجي نحن مقادمين على المرحلة الثالثة، لكن مرحلة راح تكون مرحلة خطيرة وعميقة جدا. اللي بيخرج من هاي الأزمة اللي هي في المرحلة الثالثة راح يسيطر على كل شيء في سوريا. والمعركة القادمة قلت لكم هي معركة بالوكالة في سوريا. سينقسم العالم إلى قسمين وما راح يحاربوا بعض، يعني لا إسرائيل راح تحارب تركيا ولا أمريكا راح تحارب تركيا، كلياته راح تكون حروبهم بالوكالة على الأرض. نعم، تحالفات اللي راح تكون موجودة، وراح نشوف تحالفات كبيرة جدا في المرحلة القادمة. فلذلك لازم نكون جاهزين للمرحلة القادمة كل السوريين. كل السوريين لازم يكونون جاهزين للمرحلة القادمة، ولازم هي مرحلة الاصطفافات الأخيرة اللي قلت لكم عليها سابقا قبل سنتين. قلت لكم راح ينقسم العالم إلى قسمين، قسم معه وقسم ضد، ما في طرف ثالث. وراح تشوفوا تحالف في الفترة القادمة، راح تشوفوا تحالف هام للغاية أيضا. اللي يوصل ممكن يكون صدمة أيضا، التحالفات اللي راح تصير على الأرض يعني راح تكون صدمة بالنسبة للناس. طبعا اليوم كان في تغريدات للمرشد الأعلى في إيران، وقال لك نحن عم نجهز 120,000 للحرب في سوريا. بغض النظر تصريحات صحيحة مو صحيحة، أمور كذا وهاي، ومتفق معاه ماني متفق معاه، هذا أمر مختلف تماما.
لكن العالم كلياته عم يتهيأ لحرب عالمية ثالثة مصغرة على الأراضي السورية. يعني إيران رح تدخل فيها، روسيا رح تدخل فيها، تركيا رح تدخل فيها، إسرائيل رح تدخل فيها، أمريكا رح تدخل فيها، فرنسا رح تدخل فيها، بريطانيا رح تدخل فيها، التنظيمات الراديكالية الموجودة في العالم كلياته رح تدخل فيها. كل التنظيمات اللي موجودة في العالم اللي هي يسارية أو ضد التنظيمات الراديكالية في العالم رح تدخل فيها. المرحلة القادمة فعلا راح تكون معارك كبيرة جدا، بس ما راح تكون على شرق الفرات على فكرة، مشان نكون واضحين معكم. المعارك كلها راح تكون في غرب الفرات. وهذا راح نشوف بعضنا ونذكر بعضنا بهذا الكلام هذا كلياته. وأعتقد اللي متابعني من فترة طويلة جدا بيعرف مدى الكلام اللي عم بيقوله تحققه على أرض الواقع. قريبا راح تشوفوا هذا الأمور اللي راح تصير، وهلا راح نشوف ردود الفعل العالمية بعد أيام قليلة. اللي بس شلونه على اليوتيوب، صوت جيد على اليوتيوب وعلى الفيسبوك؟ الصورة شلونه؟ الصورة مو كويسة بيقولوا لي. صوت على كل، يعني بكل الأحوال رح نرجع إذا شفنا ما كان في وضوح رح نرجع نمسح البث المباشر ونعيده مرة ثانية. تجربة هو خلال الفترة القليلة القادمة. على كل بس حبيت أجرب الآن على الفيسبوك واليوتيوب، وخلال الأيام القليلة القادمة راح نحسن فيها. أنا راح أنهي بس على الفيسبوك على اليوتيوب، وراح نكمل على التيك توك، وخلال الأيام القليلة القادمة راح نظبط الأمور كلياتها على الفيسبوك إن كان وعلى اليوتيوب. كل الحب والاحترام للأخوة اللي كانوا معنا على الفيسبوك واليوتيوب. راح نكمل على التيك توك، فاللي هناك